عليكم ورحمة الله. في البداية كل عام وأنتم بخير، وإحنا النهاردة تاني يوم رمضان. بنحتفل مع الأمة الإسلامية كلها بشهر رمضان المبارك، أعاده الله علينا بالخير والبركات. كل عام وأنتم بخير. وأعزائي مشاهدي برنامج ميديا مصر، النهاردة احنا في الحلقة رقم 28. كان في احتفالية صغيرة كده عاملينها بنحتفل بيها بالحلقة 27 وبنجاح برنامج ميديا مصر. طبعا مش بشهادتنا لكن بشهادة الجميع، وطبعا الشات والرسائل اللي جايه على ميديا مصر ونسبة المشاهدة بتاعة القناة. احنا طبعا بنشكر قناة مصر حياة لان هي طبعا بتدعمنا وطبعا بتساعدنا، واحنا بنشكر المشاهدين فعلا ان هم متواصلين معانا وبيقولوا مقترحاتهم وراهم. واعتقد ان احنا دايما بنحاول لو في عندنا اخطاء بنحاول ان احنا نعالجها، ودايما ان احنا بننوع من البرنامج بحيث ان احنا نكون متواجدين. اولا برحب بزميلتي بيري العبودي، بقول لك كل سنه وانت طيبه يا بيري. حضرتك طيب يا استاذ محمد، وكل مشاهدي برنامج ميديا مصر طيبين، وكل الامه الاسلاميه يا رب، وكل سنه وانتم طيبين. نرحب بزميلتنا امل عبد الله، كل سنه وانت طيبه يا امل. كل سنه وانت طيب يا استاذ محمد، كل سنه وانت طيبه يا بيري. هل شهر البركه بروحانياته وايمانياته وكنافته بقى وقطايفه والنور والزينه؟ كل سنه ومصر طيبه، كل سنه واعضاء فريق ميديا مصر طيبين، وجيراننا واصحابنا وحبايبنا. ومش كده بس، الحكومه كمان حبت تعايد عليكم، نزلوا ميعاد صرف المعاش 10 ايام، وكمان عملوا اسواق امان كتير، وعملوا اهلا رمضان بخصم 25% للسلع الغذائيه كلها. روح وجرب، اسعار جميله في متناول الجميع، وكل سنه وانتم طيبين. كل سنه وكل مصر بخير وسعاده يا رب. وبرضه بنوجه الشكر للدكتور ناصر السلموني رئيس الاتحاد الدولي للصحافه العربيه لدعمه للبرنامج، وطبعا على شهادات التقدير اللي عملها. بنشكر الاستاذ محمد ابراهيم رئيس مجلس اداره قناه مصر الحياه برضه اللي هو بيدعم البرنامج، ووجه الشكر لفريق العمل. بنشكر الدكتور محمود عبد الفتاح رئيس الاتحاد العربي للتدريب التربوي طبعا لدعمه لبرنامج ميديا مصر. بنقول كل سنه وانتم طيبين. واحنا عندنا النهارده فقراتنا ايه يا بيري؟ عندنا فقرات النهارده متنوعه. اول حاجه طبعا عندنا حفله تكريم فريق ميديا مصر. كانت حفله جميله جدا طبعا، اتعملت في المصريين الاحرار. بنشكر الاستاذ وائل صلاح الطنيخي لاستضافته لينا ولكل فريق البرنامج. شكرا يا استاذ وائل طبعا على استضافته لينا. وهنشوف التكريم مع بعض. وانا بشكر استاذ محمد، استاذ مسعد نصيف، استاذ حاتم، استاذه نجلاء، امل، وكل كرو البرنامج على التكريم الجميل وعلى الروح الحلوه اللي في البرنامج. هنشوف التقرير ونرجع لكم. أنا برحب بيكم اللي موجودين، وبقية الناس اللي مش متواجدة معانا النهارده هم سبب نجاح البرنامج. ميديا مصر في بدايته كان اسم البرنامج اسمه في قلب الحدث. في قلب الحدث عملنا موسم حوالي 8-9 حلقات. بعد ما توقفنا شوية عملنا برنامج ميديا مصر. برضه ميديا مصر استمرت حوالي 7-8 حلقات. النهارده ميديا مصر، النهارده الحلقه 27 خلصت، احنا هنصور الحلقه رقم 28. و28 دي هتتذاع يوم الثلاث ان شاء الله اللي هو ثاني يوم رمضان. كل سنه وانتم طيبين. طبعا شهاده تقدير هي طبعا اقل حاجه احنا نقدر نعملها او نقدر نقدمها. النهارده احنا طبعا حضرنا الاستاذ حاتم طبعا اللي هو المونتير المحترم، الراجل اللي عمل لنا شغل جميل. البرنامج للامانه نقله حضاريه جميله جدا بالشغل الجميل اللي عمله. الاستاذ ابراهيم الملاح طبعا مش عايز اقول نقلنا نقله جامده قوي في وسط الفنانين وفي وسط القاهره. لما بسال في اي حد يقول لي انتوا عندكم الفنان ابراهيم الملاح عامل لكم. فاي حد عمل نجاح للبرنامج احنا فعلا بنشكره وبنقدره. طبعا مش هقول واحد لكن بالفعل والله العظيم واحد ساهم واشترك في نجاح البرنامج. مش محمد غباره بس، والحمد لله يمكن انتوا بقول لكم ان انا دايما بتمنى ان انا اكون خلف الكاميرا. دخل علينا ايهاب زميلنا عبد القادر، طبعا راجل كان غايب عني ومصور وراجل بيمنتج لنا شغلنا. الاستاذ مسعد نصيف طبعا كمدير تصوير طبعا عامل شغل كويس. نجلاء طبعا اللي هي مزهقه ناس وكده، لكن طبعا غصب عنها كبير معدين، وطبعا احنا مش هنقدر نتكلم لان هي بتعمل شغل كويس.
استاذه منى الفؤاد شاعره طبعا وعملت لنا بصمه في الشعر جميل برضه تحت اشراف الاستاذ ابراهيم، لان ما حدش يقدر يتعدى عليه في الشعر ولا في الغنى. امل عبد الله طبعا عملت شغل جميل طبعا، واحنا بنتمنى ان احنا تفضل معانا، لان هي عماله كل يوم والتاني في قناه عماله عايزه تاخدها مننا. انتوا الاساس. واحنا بنتمنى انها تكون موجوده. طبعا هند عامله بصمات جميله في برج العرب وفي اسكندريه. حنين طبعا مش عايز اقول، حنين طبعا عامله شغل جميل قوي وكل اللي يشوفها معانا. بير العبودي طبعا نقلت للعجمي ومشاكل العجمي ودخلت في الاحياء وعامله شغل جميل طبعا مش هتكلم عنها. وميزه انها كمان بتبقى مش محتاجه اعداد معاها، بتحضر لنفسها وتنظف كل حاجه. طبعا احنا بنرحب بيك الاول طبعا في وسطنا، واذا كان حد هيترجم ولا حاجه وهي فاهمه احنا بنرحب بيك في وسط فريق ميديا مصر. شيماء ابو سمره طبعا احنا بنبارك لها وبنقول لها الف مبروك. طبعا احنا بنشكر الاستاذ وائل طبعا الطنيخ اللي هو طبعا سمح لنا ان احنا نقعد في المكان بتاعه ونعمل احتفاليه ميديا مصر عنده هنا في المكان بتاعه، واحنا بنشكر الحزب كله طبعا باسمه. استاذه هدى طبعا اللي مش عايز اقول العلاقات العامه والتسويق والشغل بتاعنا دول، هي كنا توقفنا من 12 حلقه عدت. الاستاذه سحر فرج طبعا المعد الخفي اللي هو بيعمل حاجات كده جميله وبتنقل برنامج. معانا امل كويل طبعا وميسه طبعا دخلوا البرنامج جداد لكن عملوا بصمه حلوه في مول برج العرب وعملوا في حفله الايتام. نقول تاني كل سنه وانتم طيبين، وانا فعلا بشكركم. ونجاح ميديا مصر انتوا اللي نجحتوه وانتوا اللي عملتوا ميديا مصر، مش هقول اكتر من كده. انا بس هسمع كلمه من الاستاذ ابراهيم وبعد كده نشوف بس ايه هنوزع الشهادات وبعد كده نرجع نتكلم مع بعض تاني. استاذ ابراهيم الملاح النجم الجميل، سقف له بقى. كل سنة وانتم طيبين جميعا يا أسرة برنامج ميديا مصر محمد غبارة مسعد نصير. الحقيقة أنا النهاردة في قمة سعادتي إن أنا قاعد مع أسرة يكفي إنهم بيسألوا عن الغايب، يعني أي حد فيهم بيغيب بيسألوا عليه بنهم وشغف. واسمحوا لي وأنا بقدم لكم التحية إن أنا أشكر المعدة المتألقة كبيرة المعدين، هي المعدة بتاعتي أنا شخصيا الأستاذة نجلاء الليسي اللي هي العكاز اللي أنا بمشي أسند عليه، هي والأستاذ حاتم، وطبعا أخويا وحبيب عمري الأستاذ مسعد والأستاذ محمد، هم الجناحين بتوعي اللي أنا طرت بيهم. برنامج ميديا مصر السنة بالنسبة لي برنامج خير كبير جدا، مع انشغالي في البرنامج وارتباطي بيه. انا عامل اعمال كتيره السنه دي في الاذاعه، وجالي مفاجاه عمري ان انا حاليا شغال في بردة الامام البوصيري التي كتبها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والاستاذ محمد وعدني ان بعد عرض الافتتاح ان فريق العمل يكون ضيوفي كلهم وينقلوا العرض لو سمحت بيه الجهه المنتجه، وان شاء الله يبقى السبق لبرنامج ميديا مصر من خلال مصر الحياه على تردد 10727 زي ما انتم شايفين ارقامنا على الشاشه. طبعا كل سنه وحضراتكم طيبين. ميرسي جدا للاستاذ مسعد نصيف اللي قعدني جنب الاستاذ محمد وهو قاعد بعيد، لان هو الرجل الخفي دايما مع محمد غبارة ومسعد نصيف، الاثنين خلف الكاميرا، واحنا اللي بنتقدم وانتوا اللي بتقدمونا واحنا بنتقدم بيكم. كل سنه وانتم طيبين. طبعا احنا بنرحب بالاستاذه نرجس طبعا اللي هي بتنقل الاشاره لناس مش باينه وهي خلف الكاميرا. انت جايه معاك في الكاميرا طبعا، احنا فعلا بنشكرها وبنرحب بيها لان احنا بتعمل عمل انساني قبل ما ان هي جايه تقدم ميديا او تقدم حاجه، فاحنا بنشكرك. ونسمع كلمه من الاستاذ حاتم. طبعا كل سنه وانتم طيبين يا جماعه بمناسبه شهر رمضان الكريم، واحب في البدايه اوجه الشكر للاستاذ محمد طبعا
واعطاني فرصه كبيره ان انا اكون من فريق العمل، وبشكره عليها شكرا جزيلا. شكرا ربنا يخليك. شكرا استاذ مساعد طبعا مدير التصوير الجميل بتاعنا، استاذ ابراهيم الملاح فنان الجميل، وشكرا لزمايلي كلهم ان احنا تعاوننا الفتره اللي فاتت، ونتمنى ان احنا نكون قدمنا حاجه جميله اسعدت المشاهدين على قد ما نقدر. كل سنه وانتم طيبين. كل سنه. نسمع كلمه من الاستاذ مسعد. محدش سائح الاستاذ مسعد كده. هيطلع صور عتمه. ده الاساس. طبعا بشكر كل الحضور، المنسق استاذ حاتم، الاستاذ محمد مبارك، الاستاذ ابراهيم الملاح، الفريق ككل. عشان اتكلم على البرنامج احنا تعبنا فيه كتير قوي من بدايته. احنا بنتعب وهنفضل نتعب طالما بنشوف نجاح. هنتعب ونتعب اكتر من كده 10 مرات، وهنبذل مجهود اكتر من كده 10 و20 مره كمان، لان بنرتقي بالبرنامج. وفعلا اللي بيتفرج على البرنامج بيشوف كل حلقه بيلاقيها افضل من الحلقه اللي قبليها، مع ضعف الامكانيات او يكاد يكون ما فيش امكانيات. فاحنا بنحاول نرتقي بالبرنامج ونطلع بيه، ونطلع بماده مفيده للناس، مفيده لاي حد بيتفرج. فاحنا بنعمل اللي علينا وبنبذل مجهود، ويا رب يكلل مجهودنا بالنجاح ومجهودكم كلكم بالنجاح. طبعا في ناس بتتعب كتير قوي وناس نص نص، بس في الاجمالي الكل بيتعب والكل بيشتغل عشان نرتقي ونطلع بالبرنامج بتاعنا لاحسن مستوى وارقى مستوى يكون مفيد للناس. طبعا برنامج دايما داعم للدوله، دايما داعم للبلد، بنظهر الحاجات الكويسه على قد ما نقدر. بنظهر مشاكل وبنظهر حاجات سلبيات، بس احنا دايما داعمين للبلد وداعمين للدوله ببرنامجنا، لان احنا بنحاول نرتقي ببلدنا على حجم برنامجنا الصغير، بس بنحاول نطلع بيه وبالبلد لاعلى مستوى. واشكر كل الموجودين على تعبهم في البرنامج. شكرا. زي ما احنا بنشكر فريق عمل ميديا مصر، احنا بنشكر الاستاذ ناصر السلموني طبعا اللي هو رئيس الاتحاد الدولي للصحافه العربيه، اللي هو يعتبر الجهه المانحه للشهاده. الاستاذ محمد ابراهيم رئيس قناه مصر الحياه، اللي احنا طبعا هو بعت لكم رساله شكر. وطبعا الراجل طبعا ده اللوجو اللي انتم شايفينه ده بتاع قناه مصر الحياه، والراجل بعت لكم رساله شكر بيقول فريق ميديا مصر. طبعا يعني حاجه مشرفه، وعشان كده طبعا احنا يعني الشهاده دي زي ما انا قلت مجرد رمز، حاجه بسيطه، لكن النجاح بتاعنا تقريبا الناس كلها شافتها. وانا كمان بشكركم عليه. احنا نبدا بتسليم الشهادات، وبعد كده ناخد من كل واحد من الناس الموجوده كلمه كده لميديا مصر. طبعا يسعد برنامج ميديا مصر ان يتقدم بخالص الشكر للاستاذ الكبير الاستاذ وائل صلاح الطرنيقي، اللي احنا ضيوف عنده النهارده داره، وبنقول له اهلا وسهلا بيه. الاستاذ وائل صلاح الطرنيقي يشرفنا باستلام شهاده التقدير. شكرا فلاح عليك. كلمه من حضرتك لميديا مصر. كاميرا مشاكل الكاميرا. مساء حضراتكم طيبين الاول. شرفتونا ونورتونا. يا رب يبقى حزب المصريين الاحرار دايما موجود ومفتوح تحسكم موجوده. كل سنه وحضراتكم طيبين، واشكركم جدا على التكريم ده، واشكر القامات اللي موجوده هنا وشرفتونا جدا. شكرا. المهندس حاتم حسين او المونتير بتاعنا او الراجل اللي صنع المونتاج وعمل لنا بيه تحول لبرنامج ميديا مصر، يسلمها له الاستاذ محمد مبارك. المعدة بتاعتي كبيرة المعدين هي المعدة بتاعتي، بكبر نفسي ما أكبر بيها طبعا نجلاء الليثي كبيرة المعدين، والدينامو اللي الناس هتشوفها لأول مرة. أنا مرة عملت معاه الخبر والأستاذ مسعد رفض يزيره، فلذلك هخليه وقت يسلمنا الشهادة. السلام عليكم.
قسم وعهد وحب لاخويا المصري الصميم مسعد نصير. طبعا عايزين لنا كلمه الاستاذ محمد غباره توأمه. طبعا الاستاذ محمد غباره يعني هو بيقول عليا كنت مقهور، لكن هو كنت موجود فعلا، لان هو بيتعب قوي وبيجري. يعني البرنامج ده واخد منه كل وقت تقريبا، يعني لو ابنه مش هيهتم بيه زي ما هو مهتم بالبرنامج. ورا نجاح البرنامج فهو محمد غباره. الله عليك، شكرا جزيلا. لا سيبك منه دلوقتي، ده الاستاذ ابراهيم الملاح. الاستاذ ابراهيم الملاح ليك يا سلام. النجمة تسمحوا لي اسلمها الشهادة بتاعتها ولا؟ طبعا سلمها. اتفضل يا باشا. مسعد طبعا. كلنا نسلم الشهادة بتاعتها. أمل عبد الله. كل سنة وانت طيبة. وحضرتك طيب. مساء الخير على كل. مبسوطة جدا بوجودي معاكم، ويا رب أتمنى أكون ضفت حاجة بسيطة للبرنامج، ودايما مع بعض. الله يديم الود بينا والحب وما يدخل بينا حاجة أبدا، وعقبال الموسم الرابع. طبعا انتوا عارفين مين؟ الدينامو سير العبودي النجم الدينامو. التسويق والفلوس. بيري تعالي نستضيف وقول لنا كلمه من كلمات التلفزيون. اولا انا مبسوطه جدا ان انا معاكم، كل سنه وانتم جميعا طيبين. انا بحب مجال الميديا جدا، بس انا يمكن البرنامج عندكم كان مختلف شويه، انا لقيت فيه الاشباع اللي انا محتاجه له. بجد احنا كلنا اسره واحده، مش مجرد كرو شغل. ويا رب ان شاء الله في الموسم الرابع والخامس حتى لو غيرنا القناه فميديا مصر ان شاء الله مستمر. كل سنه وانتم طيبين. الخيره بتاعتنا دي بريمادونا هدى غالي اللي مفيش حد فينا مش عارفها. عايزين نسمع صوت، لأول مرة نسمع صوت. كل سنة وانتم طيبين، وانا يعني مشكوركم ان انا بقيت واحدة من فريق ميديا مصر، بيشرفني ان انا ابقى منه. وفي الاول يعني كنت داخلة معرفش الفريق، بس لما دخلت ولقيت الكم الجميل دوت انا قلت يا ريتني كنت عرفتكم من زمان واشتغلت معاكم من زمان والله، وربنا يوفقنا ويجعل يا رب يعني البرنامج بتاعنا اكبر كمان ان شاء الله. زي ما قال الاستاذ محمد اللي انجازاتها خفيه يبقى مين؟ سحر فراج. الاستاذ محمد سامي الاستاذ سحر. مساء الخير عليكم كلكم، كل سنه وكلكم طيبين، ومصر والشعب المصري كله طيب. انا اسعد حاجه حاسه بيها الايام دي ان انا حاسه ان انا في وسط عيله مش في وسط جروب عمل، ودي حاجه جميله جدا. كل سنه واحنا طيبين، كل سنه واحنا متجمعين، كل سنه واحنا دايما مع بعض، كل سنه وميديا مصر متميزه وناجحه، وعقبال الموسم الرابع والخامس والسادس يا رب.
عز البلاد يا سيد. عارفين الغنوه دي؟ طبعا. السيد البدوي. احنا معانا حنين البدوي من غير وصف. انت متخصصه في الموضوع ده بس. عايزين نسمعك. يحيى مصر. بشكر الاستاذ محمد غبارة طبعا، وبشكر الاستاذ مسعد والاستاذ حاتم والمعده الجميله نجلاء ليسي، والاستاذ حاتم طبعا شؤون وغير. وبشكركم كلكم، وبتمنى الميديا مصر دايما تكون انت اول واحد. والاستاذ ابراهيم الملاح وانا بشكره، وبشكر طبعا هدى وكل زمايلي طبعا بحبهم كلهم، وهند الكل كلهم اجمعين يا رب، بحبهم كلهم. وانا بشكر ميديا مصر هي على تحدي الفتره اللي انا ابقى معاهم وابقى في وسطيهم، وانا بجد فرحانه جدا 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 ان انا في وسطيهم. بشكرك. طبعا اللي احنا هنقدمها دلوقتي الشهاده دي اكتشاف الاستاذ محمد غبارة، واللي شاور عليها فضيله المعدين مدام نجلاء الليسي، المهندسه نجلاء الليسي، شاورت على صوت ادهشني وهو مش مدرب، وجت البرنامج ضيفه، وكانت نظره مسعد نصيب ومحمد غبارة بدون القاب ان دي من اسره ميديا مصر. المهندسه هند الخضري كلنا معزومين عندك يوم ما تخلصي مناقشه الرساله بتاعتك. كل سنه وانت طيب. خشي أنا والله فعلا بالإضافة إن أنا أول مرة أدخل في مجال الميديا، بس كنت سعيدة جدا بوجودي معاكم، اتشرفت بيكم كلكم بجد. أنا بحس إن أنتوا عيلتي، بحس إن أنا معاكم مش مع حد غريب. أنا بجد بجد في غاية السعادة إن أنا اشتغلت معاكم. ده مش مجالي الأساسي، بس أنا مبسوطة إن أنا شاركت في المجال ده، إن هو كان إضافة ليا وحاجة برضو خلتني بكل السعادة اللي أنا بتمناها إن أنا شفتكم وتعرفت عليكم. هنسمع صوتك طبعا الاساسي. الشاعره اللي بحب اسمعها، وبدات معاها اسمع بتاعتها وبشوفها بتتطور وبتعلى، واتمنى ان انا اشوفها من كبار الشواعر في مصر والوطن العربي، الاستاذه منى فؤاد. على فكره استاذه منى، الاستاذ مسعد بيقول لك الدور ده جزء من عجينه. كل حاجه مساء الخير عليكم جميعا، كل سنه وانتم طيبين. انا جديده على الفريق، بس فعلا انا حاسه ان انا بقالي سنين معاكم كلكم، مجموعه جميله قوي متفوقه. وبشكر الاستاذ محمد غبارة ان هو ضافني لفريق العمل. بشكر الصديق الغالي العزيز عليا جدا وصديق زوجي الله يرحمه الاستاذ ابراهيم الملاح. بشكر الاستاذ مسعد نصيف، بصراحه هو والاستاذ محمد غبارة من حوالي 4 سنين اصدقاء ليا، ساعدوني كتير في امسياتي اللي كنت بعملها. انا بجد بدين ليهم بفضل كبير جدا جدا لتغطيتهم لفعالياتي. انا بشكركم بكل قلبي، وبشكر جميع الفريق كله. كلكم اخواتي، وفعلا حسيت في وسطيكم ان انا من اسرتكم، وانتوا عايشين معايا لحظه بلحظه. اغلبيتكم كانت صديقات عندي على الفيس، في ناس استجدت عندي، بس بجد انا بحس بوجودكم على صفحتي، ان انتوا قاعدين معايا في قلب البيت. ميرسي ليكم كلكم،
ميرسي لبرنامج ميديا مصر وقناه مصر الحياه، ولكل مشاهدين قناه مصر الحياه كل سنه وانتم طيبين، وانا سعيده ان انا معاكم. برضه احنا كده داخلين في صف الشواعر، بس شاعرتنا النهارده عروسه العروسه. عرفتوا مين؟ عرفتوا مين؟ مين يا بني؟ مع بعض. أزواج بس أفلام هناك. اتفضلي يا أستاذ. ألف مبروك. ألف مبروك يا جواز مش ولا ما تبقاش المترجمة من المترجمة أستاذ وائل تحب تسمع اللغة بأنهي لغة؟ لو حاجه العصاري في عصر خلاص قلنا بقى كلمة بالكردي. انا مش هقول كلمه، انا هقول عن حاجه حساها بجد. مش هزايد على حبي للفريق. يمكن انا كمان من الناس المستجده على فريق العمل، ويمكن كمان في ان انا فتره كبيره جدا اتفق مع الاستاذ محمد مبارك ان احنا هاجي وهبقى معاكم، هاجي وهبقى معاكم. دايما بتشغل، دايما بتحصل حاجه ما بيساعدنيش الحظ ان انا اشارك. فلما دخلت ندمت على كل لحظه ما كنتش فيها تبع الكروله. بيت العيله لا بجد بجد فريق عمل حلو جدا. انا اشتغلت في حتت كتيره جدا جوه الميديا وبره الميديا، جوه مصر وبره مصر. الجو ده يا جماعه بصراحه انا ما شفتوش غير في ميديا مصر، وبجد ربنا يجمعنا دايما على الخير. وعايزه اقول لكم المستوى او الليفل اللي احنا بنطلع بيه بالامكانيات دي او الفاسيلتيز دي، احنا بصراحه هيروز. هبه خميس. هبه طبعا ده جند مجهول ماسك خط العجمي، كانت عامله شغل جميل. نورتينا يا متاخره ليه؟ لا بقى طبعا انا شخصيا شفتها من خلال الشاشه، اول مره التقي بيها شخصيا مراسله البرنامج الاستاذه ميسه ابراهيم. انا اسف ميسه عشان تعرفي ان القلب مش الوش. هم متسوقين فريق الجواز بقى. انا بقول فريق ميديا مصر كل سنه وانتم طيبين بمناسبه رمضان، يجعله خير علينا ان شاء الله، وبالتوفيق والنجاح لبرنامج ميديا مصر، ومن موسم لموسم ان شاء الله نبقى متواجدين معاكم. ربنا يوفقك. الأستاذة أمل الدويري مراسل البرنامج، أهلا وسهلا بيكي، مشرفة مع وسط البرنامج كلها. أستاذ حاتم هسلمك. هو دلوقتي بيصور ايه مدير التصوير بتاعه واقف جنبي، وهو دلوقتي على الكاميرا دلوقتي بيخش السلام. الحاج لا هخش مدير التصوير بنفسه راح ياخد الكاميرا يصور الاستاذ ايهاب عبد القادر المصور بتاعنا. شكرا لمدير التصوير. صراحة أكتر واحد بيتعب معايا أنا شفته باليومين والثلاثة المونتاج. الأنسة نرجس أمين.
أنسة دي لازم صح. طب موافق انا شدمتني. هتسلم علينا طيب ولا ايه؟ كل سنه وانتم طيبه. أنا عايز منكم دلوقتي حضرتك لا شهادته هو كلنا بنقول له تعالى كده يا شيماء استاذ محمد طبعا حضرتك شكرا ليكم كلكم. لا حضرتك تقول كلمه عشان الاستاذه امل دويري هتقول كلمه. طبعا دي مجرد حب، وانا طبعا كنت بتمنى اللي غايبين النهارده طبعا انا بشكر كل الفريق الموجود واللي غايب، لان فعلا في ناس تعبت وبرضه غايبه مش موجوده معانا النهارده. مش هذكر الاسماء، لكن فعلا دي مظاهره حب النهارده، الناس متواجده. حاجه جميله قوي. احنا بنكرر تاني بنشكر المكان واصحاب المكان وائل والحزب. بنبارك لشيماء، بنبارك لنجاحنا كلنا. الحلقه 27 خلصت، وان شاء الله طالعين بالحلقه رقم 28 في رمضان، واحنا كنا متخيلين هنقف، لكن الناس باصرار وبقوه وعزيمه لا هنكمل في رمضان، واحنا صايمين وهنشتغل. وشكرا لقناه مصر الحياه اللي هي يعني بتستقبلنا عندها، وان شاء الله مكملين معاكم. طبعا برنامج ميديا مصر انا بشكركم جدا جدا جدا، كل اصحابي وصحباتي، بجد بجد انا حاسه ان انا بين اسرتي. انا اول مره اقف قدام كاميرا كنت خايفه جدا، بس بمساعده استاذ محمد غباره واستاذ مسعد، الف كل الشكر ليهم. بجد بجد انا حاسه ان انا بين اسرتي وبحبكم كلكم، ويا رب يديم المعروف بينا، وباذن الله ما يكونش كده اخر موسم، يبقى في موسم رابع وخامس وسادس، وبالتوفيق لينا كلنا يا رب. بكرر تاني الشكر، وانا بس عايز اقول عشان الاسماء الناس دي ما كانتش موجوده معانا، الناس اللي تعبت وما قلناش اسمائهم. معانا مرهان احمد، معانا الاستاذه همت محارب، معانا عبير عبد النبي، معانا سهير مصطفى طبعا في المنصوره طبعا وتعبت معانا في الاعداد قبل كده. معانا زميلتنا جهاد فوزي طبعا وهي تعبانه وكل لها الف سلامه رب ان شاء الله. معانا زميلتنا نوران حسونه طبعا وكان لها باع طويل في السوشيال ميديا. معانا طبعا سحر سعد، هي سهير اللي عدت دي لها الموهبه تمام. عبير بلبع طبعا اعداده معانا في برج العرب. استاذ عمرو عبد المبدي طبعا معانا في الاعداد ومش موجود النهارده، فاحنا بنشكر اللي غايب وبنشكر اللي حاضر وكل سنه. نعم نشكر دكتوره داليا غبريال على المعلومات. طبعا الدكتوره داليا غبريال طبعا كان نفسنا انها تكون موجوده معانا. كل سنه وهي طيبه. كل سنه وهي طيبه، كل سنه وانتم طيبين جميعا. ورجعنا لكم من التكريم الجميل اللي استاذ محمد غبار عمله لنا. بصراحه انا بشكره، لان اي تكريم منه ولو حاجه بسيطه بتعرفك هو قد ايه احنا بنهمه وبيحبنا وبيهتم بينا، وبصراحه احنا بينا حب ربنا يديمه علينا.